لو اتكلمنا عن اول صنف من اصناف الطاقه اللي هو احنا بنتكلم عن الكربوهيدرات. الكربوهيدرات ممكن نقسمها لقسمين، قسم معقد وقسم بسيط. المعقد ده عباره عن ايه؟ عباره عن اهم مصدر من مصادر الطاقه اللي هو النشا، اللي هو اكتر حاجه بناكلها النشا اللي موجود في الرز، النشا اللي موجود في العيش، النشا اللي موجود في المكرونه. تمام. وفي حاجه تانية اسمها الفايبرز او الالياف. فيبقى المعقد عندي حاجتين، نشا او الياف. طب البسيط عندنا عباره عن السكريات البسيطه، قد تكون احاديه السكر او تكون ثنائيه السكر. طب يعني عايزين نتكلم بشكل ابسط شويه، يعني ايه احاديه وثنائيه؟ الاحاديه دي مثلا ابسط شكل زي الجلوكوز، زي الفركتوز. الثنائيه قد تكون ممكن زي مثلا اللاكتوز او السكروز. اللاكتوز ده اللي هو سكر اللبن، السكروز اللي هو سكر المائده اللي احنا بناكله، اللي موجود بنحط شاي بسكر او اي حاجه عليها سكر، ده السكر اللي احنا بناكله بشكل طبيعي. طب اللي يفرق الاصناف دي كلها عن بعضها حاجه اسمها الجلايسيميك اندكس. يعني ايه الجلايسيميك اندكس؟ يعني سرعه امتصاص السكر. يعني كل ما تكون الحاجه بتمتص بشكل اسرع، بتوصل للدم اسرع، يبقى الجلايسيميك اندكس او مؤشر الجلايسيمي بتاعها عالي. كل ما تكون حاجه ابطا، تبقى المؤشر الجلايسيمي بتاعها قليل. تمام. طب هيفرق معايا ايه ان هي بتمتص بسرعه؟ كل ما تمتص بسرعه السكر هيعلى بسرعه، يتحول لدهون بشكل سريع. فبالتالي يبقى بنقول ان احنا لازم ناخد او نركز على حاجات اكتر المؤشر الجلايسيمي بتاعها قليل. ليه؟ لان هي مش هتطلع لي دهون كتير. طيب عايزين نربط الكلام بمصطلح تاني اسمه الجلايسيميك لود، او مؤشر او حمل الجلايسيمي. الحمل الجلايسيمي والمؤشر الجلايسيمي. المؤشر الجلايسيمي سرعه امتصاص، الحمل الجلايسيمي بقى سرعه امتصاص مرتبطه بكميه الكربوهيدرات اللي انا باكلها. خلينا ندي مثال عشان يبقى الموضوع اوضح. احنا لو جبنا رغيف عيش، المؤشر الجلايسيمي بتاعه هيبقى اقل من التمر. التمر بيمتص اسرع. تمام. ليه؟ في سكروز، في فركتوز، في جلوكوز، في سكريات بسيطه. طيب فبالتالي سرعه امتصاص اكتر. لكن لو احنا قلنا انا خدت بس 3 تمرات، هيبقى محتوى الكربوهيدرات بتاعه حوالي من 20 ل 30 جرام كربوهيدرات. تمام. اما بقى لو خدت رغيف عيش، الجلايسيميك اندكس او المؤشر الجلايسيمي بتاعها اقل، لكن كميه الكربوهيدرات اللي فيها اعلى، حوالي 50 جرام كربوهيدرات. فبالتالي ان احنا ناكل رغيف عيش كامل هيبقى ممكن اخطر او اسوأ من ان احنا ناخد 3 تمرات. يعني ال3 تمرات اللي احنا محرمينهم على نفسنا دول ممكن يكونوا اقل خطوره واحسن وافضل من الرغيف العيش الكامل. ليه؟ لان كميه الكرب نفسها اللي واصله جسمي مش تبقى كتيره، فبالتالي ممكن بس يكفي احتياج حرقي، ومش هحتاج اخزن منه شويه زياده في شكل دهون.